تخيلوا يا جماعة السودانية تعمل كشري مصري. يا الله، وطلع رهيب 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 حرفيا ما شاء الله. تعالوا ناخدكم معاي نسوي أحلى كشري مصري. Let's go. اوكي، نبدأ البصل نقطعه شرايح صغيرة، وهذه الشرايح حتى لو فتحتوها بيدكم ما في أي مشكلة. وبعدها تحطوا دقيق، وهذا الدقيق لازم يتوزع في كل شريحة من شرائح البصل. والبصل عدد البصل مثل ما انتوا عايزين، 1 2 3 4 10 20. بعدين ناخذ البصل ونحطهم في الزيت بس ما انتوا شايفين حاليا، خلهم يتحمروا لين ما يتغير لونهم ويصير لونهم ذهبي لطيف خفيف. ناخذ البصل ونحطه في مصفاة حتى يتصفى كل زيت، ولا نخلي حتة زيت. بعدين نحطهم في وين؟ في صينية طويلة عشان ينشفوا زيادة. الخطوة اللي بعديها نجيب شعيرية نحطها في زيت، طبعا نخليها تتحمر ويتغير لونها تغيير خفيف كده ذهبي لطيف. بعدين نجيب الرز ونحطه كمان، نخليه شوي في الزيت يتحمر. نضيف عليه البهارات، كمون، فلفل أسود، ملح. أنا حطيت فلفل أسود من راسي نحط شوي بصلات من البصلات اللي احنا حمرناهم. وآخر شي نضيف الماء ونخليهم يغلوا براحتهم ويستمتعوا بالأجواء. الخطوة الثالثة اللي هي تجهيز المعكرونة. نحط المعكرونة ومي وملح بس، ما يبغى شي زيادة. الخطوة الرابعة اللي هي تجهيز الصلصة، اللي هي من أهم خطوات الكشري. نحط زيت، صلصة طماطم، ملح، كمون، فلفل أسود، توم وشطة، ونحطهم في النار شوية لين ما نحس إنه خلاص الصلصة صارت ناضجة. بعدين نضيف صلصة طماطم اللي هو طماطم في الخلاط مع موية، ونحطها لين تغلى ويصير قوامها كثيف. الخطوة الأخيرة اللي هي الدقة، هنحتاج صلصة طماطم، ملح، كمون، توم، خل، تقريبا ملعقتين خل، ومي حار. أهم شي مي حار. أنا سويتها شوي كثير فزدت شوي موية حارة. أنا زولة سودانية وأول مرة أعمل أو أجرب الأكل المشهورة دي اللي هي كشري. يا أخي والله العظيم، يعني لذاذة في لذاذة وسهلة وخفيفة، وحتى إنها دسمة، وإنه وشيء ثاني إنه خلاص بتشبعي منها. يا جماعة جيبوا الطبق الثاني الثالث الرابع. يا أخي لذيذة لذيذة جدا جدا جدا. يعطيكم العافية، ونشوفكم فيديو جاي. مع السلامة.